بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو ده إن شاء الله هنشوف داشبورد كاملة، وهي هنفهم فيها بيزنس وإزاي نطلع انسايتس ونعمل حاجة كويسة يعني بإذن الله. بس قبل ما نبدأ متنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتفعل زر الجرس عشان ده بيخلينا نكمل وبيدينا دفعة يعني. دلوقتي كمان هسيب لك لينك الداتا في الكومنت في الوصف في الديسكريبشن، فنزلها. انا بقترح عليك ان انت تتفرج على الفيديو الاول تشوف احنا عملنا ايه، بعد كده تنزل الداتا، بعد كده تبدا تعمل اللي احنا عملناه. ولو وقفت في حاجه بقى تفتح الفيديو وتعيش يعني دنيتك. طيب اول حاجه ان احنا هنفتح اكسل شيت فاضي عادي جدا، وتقول له من هنا كده من الداتا، تقول له جيت داتا، تقول له هنا فروم الفايل اللي انا هسيبه لك هيبقى سي اس في، فتقول له هنا فروم سي اس في هنا كده اي لود. ماشي، هيفتح بالشكل ده. تروح على المكان اللي هينزل فيه البتاع، انا حاطه في الديسكتوب في حاجه اسمها نيو داشبورد. هنا الداتا بتاعتنا عباره عن هوتيل بوكينج، الداتا بتاعت فنادق. فهيقوم فاتح لك الويندو دي كده، تقول له هنا كده ترانسفورم داتا، هيقوم فاتحها لك على الباور كويري. طبعا احنا عملنا كده علشان نشوف كده لو عايزين بقى نعمل كليننج او كده. طيب اول حاجه احنا بنفهم الداتا اللي عندنا. احنا عندنا دي داتا فنادق، فبنقرا كده كولوم كولوم كده ونشوف الداتا بتاعتنا هي عباره عن ايه وممكن نطلع منها ايه يعني. طيب فاول حاجه هنا ده البوكينج اي دي، ده الاي دي بتاع الحجز. خلي بالك هنا لو بصيت هنا بص، ده واحد، ده مش المفروض اي دي صح كده، ده واحد، فده هيتغير، ده اسمه هيتغير. طيب بعد كده عندنا الهوتيل. الهوتيل ده عبارة عندنا هنا ان هو نوعين، نوع مدينة ونوع منتجع. طيب هنا بيقول لك هل هو اتلغى ولا لا. الليد تايم ده عدد الايام بين الحجز والوصول، تاريخ الوصول يعني تاريخ الحجز. هنا ده الارايفال ديت يير، السنة. ده المانثs، ده خلي بالك هنا بص، ده ويك نمبر، ده داي اوف مانث، ده اليوم بتاع الشهر اللي في السنة، ده رقم الأسبوع. تمام ماشي. بعد كده عندنا هنا ده عدد الليالي الإقامة في الويك إند، ده عدد الليالي في عدد أيام الأسبوع يعني. عندنا هنا ده هو بيقول لك هنا إن دي أنت عندك الحجز ده كان فيه اتنين أدلت، كان فيه اتنين بالغين، كان فيه اتنين صغيرين. أيوه كان فيه اتنين بيبي اللي هم يعني خلينا نقول دول أطفال، وده اللي هو البيبي يعني اللي هم الصغيرين. طيب عندك دي نوع الوجبة، عندك هنا الكانتري، عندك هنا ماركت سيجمنت، عندك هنا اللي هو يعني القطاع اللي اتحجز، اللي الحجز جه منه يعني. طيب الديستريبيوشن شانل، عندك از ريكوستد جيست، ده هل هو ده حجز قبل كده عندنا ولا لأ. عندنا هنا عدد الإلغاءات. عندنا هنا تاني اللي بعديها الحجوزات، هنا الحجوزات اللي فاتت لنفس العميل يعني. ماشي. عندنا هنا نوعين، عندنا هنا received room type و assign، دي الغرفة اللي أنا حجزتها في الحجز، تمام، ودي الغرفة فعلا اللي أنا نزلت فيها. فلو بصيت ممكن تلاقي إن هي ممكن تتغير، أنا حجزت حاجة نزلت في حاجة تانية، فده هل ممكن يعمل لها مشكلة أو لأ يعني، خليها في دماغك مثلا. عندنا هنا عدد التغييرات اللي حصلت أو التعديلات. عندنا هنا الديبوزيت، هل في ديبوزيت، لا مفيش ديبوزيت، هكذا يعني. هنا الايجنت ده رقم الوكيل او الشركه اللي عملت الحجز. بص هنا انت عندك نالز كتير، ده بص عندك 10% نالز، تمام. هنا الكومباني ده بص، الكومباني دي ايه، 99% نالز، 99% من الداتا فاضيه. طيب فدي لازم يتهندلوا طبعا. ماشي. عندنا هنا ايام الانتظار، دي ان ويتنج ليست، ايام الانتظار قبل تاكيد الحجز. عندنا هنا نوع العميل ذات نفسه. عندنا هنا القدر ده متوسط سعر الغرفة. عندنا هنا ال required car parking ده اللي هو هو عايز كام مكان في الباركينج يعني. ماشي تمام. هنا بيقول لك total of special request، عدد يعني الحاجات الخاصة، الطلبات الخاصة اللي هو عاملها. هنا الحالة النهائية بقى، هل هو تشيك اوت كانسل هكذا. ده تاريخ آخر التحديث. ماشي. فكده عندنا شوية بيانات للعميل. طيب احنا كده عرفنا اوفرول يعني احنا فين بنعمل ايه.
الداتا دي عباره عن ايه. فاول حاجه الكلينيك بتاعنا مثلا عباره عن، هي بتبقى حاجات بسيطه عامه يعني. ماشي، فعندنا هنا مثلا واحد، واحد ايه هو واحد، فانت تخليها اي بالشكل ده. طبعا كل حاجه هي بتتسجل هنا، واحسن حاجه ان انت تكون عملت يعني كل خطوه هنا تكتب جنبها الخطوه بتاعك، عشان بحيث ان انت لما تعوز ترجع، عشان انت ممكن اصلا ترجع يعني مثلا ممكن تعمل داشبورد وتخلصها بعد كده تكتشف، او انت اصلا يعني تعمل الكليننج مثلا في يوم و... وتخش مثلا تعمل الداشبورد، فوانت بتعمل الداشبورد هيحصل مشكله في الداتا مثلا، تلاقي ان لا في حاجه في غلط في الداتا، فترجع تخش تاني، فهتحتاج ان انت تفهم انت عملت ايه هنا، تفتكر، فاهم؟ فانت ساعتها مش هتفتكر. فاحسن حاجه ان انت تقوم عامل ايه، جاي هنا كده تقوم واقف عامل ريني، لا ايه ده عملناها ديليت، طيب معلش ماشي. هنا خلي بالك برضو مفيش كنترول زد، يعني عملت ديليت خلاص، فخلي بالك من الحته دي. ماشي، تخش تقول له رينيم، وتقوم مثلا رامي جنبيها بالشكل ده كده، بس فهتسجل كده. طيب بعد كده احنا عرفنا ايه، بعد كده احنا عرفنا مثلا عندنا النلز ماشي، بس عندنا اول هنا حاجه عندنا التاريخ، احنا عايزين نجمعه مثلا. هنا ده عباره عن تكست، ده رقم، ده رقم، فاحنا عايزين نجمعهم. فانت هتقوم معلم على ده، تدوس كنترول تعلم على عمود الكولوم ده والكولوم ده والكولوم ده، خلي بالك مش ده، ده رقم الاسبوع. تمام ماشي. ومن فوق هنا كده من هوم او من الترانسفورم اسف، عندك هنا الميرجن كولومز، هيقول لك عايز ايه السيبريتور بتاعتها، طبعا مش واحده من هنا، عايزين نعمل هي الباك سلاش اللي هي بتاعت الديت اصلا اللي هي دي. هتسمي الكولوم ايه، هسميه arrival date بالشكل ده، ممكن تعمل هنا كده اندرسكور بالشكل ده. طيب وتقوم دايس اوكي، هيقوم جمعها لك بالشكل ده. هتقول لي برضه ماشي بس ده مش شكل ديت، يعني عايزين نعمله شكل ديت، تقوم واقف هنا كده وتقول له اعمله لي ديت بالشكل ده، هيقوم عاملها لك كده. بس خلي بالك ان هنا هو بيتعامل شهر يوم سنة، يعني ده 1/7 مش 7/1. ماشي، خلي بالك من الحتة دي. طيب بعد كده عندنا حوار النالز. فين النالز؟ النالز كانت في الكانتري الكومباني والايجنت. طيب احنا عندنا هنا هو بيقول لك رقم الايجنت، يعني ده رقم 240، ده رقم 303. عندك هنا ده رقم الشركة برضه رقمها 110. هنا رقمها ايه تاني، في عندنا ايه تاني؟ طيب النالز كتير فماشي ما علينا، يعني عندنا هنا رقمه 110، فهو ممكن ما يكونش جاي عن طريق ايجنت اصلا، صح كده؟ لا جاي عن طريق ايجنت ولا جاي عن طريق كومباني. فمعنى كده ان الرقم ده النال دي ممكن تتحط زيرو عادي يعني، بس خلي بالك ان مش كل نال بتتحط زيرو. يعني المفروض ان انت تبقى فاهم الجدول فيه ايه وانت بتعمل عليه العمليه بتاعتك. فهنقف هنا كده عليه ونقول له هنا كده من الهوم هتلاقي هنا ريبليس فاليوز بالشكل ده، تقول له انا عايز ريبليس النال بالشكل ده بالزيرو، وتدوس اوكي، هيقوم عامل لك كده. تلاقي هنا ايه الفاليد 100% ومفيش ولا واحدة empty. برضه نفس الكلام تقوم واقف هنا وتقول له replace values، وتقول له النل أنا عايزها زيرو بالشكل ده، بس كده. طيب احنا كده overall يعني عملنا الكلام ده. طيب ممكن نحتاج نعمل ايه تاني بقى، احنا كده يعني الكليننج كده يعني هي الداتا مش محتاجة كليننج اكتر من كده. ولو اكتشفنا حاجة واحنا بنعمل الداشبورد فبرضه ايه هنشوف الدنيا يعني. طيب انت اي داشبورد بتجيلك هي او اي داشبورد يعني بتطلب منك، هي بتيجي عن بناء على اسئله. مفيش حاجه اسمها انا باخد الداتا من المؤسسه اللي انا بشتغل فيها، سواء انت كنت بتشتغل شركه او بتشتغل فريلانس يقول لك خد الداتا دي وطلع لي منها داشبورد، يعني مفيش حاجه اسمها كده. تمام، فالمفروض ان هو بيبقى فيه اسئله، المفروض ان هي بتجيلك اسئله بالشكل ده. فاحنا عندنا اسئله وهنعوز ان احنا نجاوب عليها عادي. طيب اول حاجه الكي بي ايز بتاعتنا اللي عايزين نطلعها، احنا عايزين نطلع التوتال بوكينج، منطقي برضو عايزين نطلع عدد الحجوزات، عايزين نطلع التوتال ريفينيو، عايزين الربح بتاعنا، عايزين نطلع الكانسليشن ريت. كانسليشن ريت يعني النسبه بتاعت الالغاءات يعني. طيب هم طالبين هنا شويه كويشن عايزين يعرفوها يعني كاسئله بيزنس، مثلا قول بقى ده بقى سي او، ده بقى صاحب الفندق، اي حاجه بقى. طيب عندك هنا هو بيقول لك عايز التوتال بوكينج والريفينيو باي هوتل تايب، فهو عايز يعرف يعني عايز يعرف كل نوع في الفندق عمل كام، عنده كام بوكينج، عنده كام حجز، وعمل كام فلوس بناء على البوكينج ده. طيب عايز الكانسليشن ريت، عايز يعني نسبة الإلغاءات اللي حصلت
نسبه الكنسله بالكاستمر تايب، كل كاستمر تايب لغى بنسبه كام. طيب عايز التوتال ريفينيو باي ماركت سيجمنت، عايز الريفينيو بالبتاع، عايز يعرف مثلا اكتر ماركت سيجمنت دخل فلوس. طيب وعايز برضو اكتر جيست تايب دخل الفلوس، وعايز كانسليشن ريت باي هوتيل تايب اند ليد تايب. هنا هو عايز يعرف الليد تايم اثرت قد ايه في حوار الكانسليشن دي. يعني الليد تايب احنا عندنا هنا قلنا الوقت ما بين الحجز وتاكيد الحجز، فعايز يعرف هو ده اثر قد ايه في الالغاء. طيب وعندنا عايزين سلايسر، عايزين نفلتر بيه عايزين نفلتر بيه الهوتيل تايب والديت والكاستمر تايب. طيب هنا هو بيديك الاسئله دي بس، تمام، وانت بتشوف هل انت عندك حاجات ينفع ان انت تتعامل بيها يعني ولا لا. تمام، واحنا بنشوف اصلا، شفنا ان احنا عندنا مثلا قدر ده احنا قلنا ان ده متوسط سعر الغرفه. طيب اذا انا ما عنديش اصلا اول حاجه اصلا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، انا ما عنديش اصلا التوتال بوكينج، تمام، وما عنديش التوتال ريفينيو، وما عنديش الكانسليشن ريت. كل ده الكي بي ايز هستخدمها، يعني هحسبها معاكم في الباور بيفوت. خلاص ماشي. لكن احنا هنا عايزين نجاوب على الاسئله دي، فلازم نعمل حاجه اسمها اللي هي كالكوليتد كولمز، اللي هو عواميد هنحسبها تساعدنا في فهم الموضوع ده. فاول حاجه عايزين نعرف الريفينيو لكل بوكينج، صح كده؟ طيب عايزين الكاستمر تايب، يعني عايزين نعمل كاستمر تايب، عايزين نعمل الجست تايب، عايزين ايه تاني؟ تعال نكتب كده، فانت ممكن تكتب هنا كده. طيب فاحنا عايزين نجيب، يعني عايزين اول حاجه ايه اللي هو ايه كالكوليتد بالشكل ده. فهقول له ان احنا عايزين اول حاجه، انت عايز ايه؟ مش انت عايز اول حاجه احنا عايزين الريفينيو بير بوكينج، صح كده؟ ريفينيو بير بوكينج. طيب لو انت بصيت احنا عندنا ايه؟ عندنا ده اللي احنا عايزين نطلعه، الريفينيو بير بوكينج. طيب احنا عندنا هنا عايزين نحسب ده. طيب لو جيت هنا، معلش ده فيديو بنزله ده، ماشي. علشان تحسب الريفينيو بير بوكينج، فانت محتاج ان انت ايه، عندك متوسط سعر الغرفه في عدد الايام اللي احنا قعدناها. فعشان اصلا انت ما عندكش اصلا كمان عدد الايام، فانت محتاج تحسب كولوم علشان تحسب الكولوم ده اصلا، صح كده؟ فانت محتاج تحسب هنا كده توتال ستي نايتس، تمام. عشان ايه؟ عشان لما احسب توتال ستي نايتس اطلع منها الريفينيو بير بوكينج. طيب وبعد كده عايزين ايه تاني؟ عايزين قلنا عايزين نطلع الجست تايب. الجست طيب ماشي. عايزين نطلع ايه تاني؟ عايزين نطلع الليد تايم كاتيجوري، صح كده؟ احنا عندنا اصلا في البتاع الكاستمر تايب، تقريبا عندنا في الداتا كاستمر تايب. طيب عايزين نعمل للليد تايم كاتيجوري، بحيث ان احنا نعرف هل هو اتاخر ولا متاخرش، ولا متاخر هو لغى ولا ما لغاش، او لغى بنسبه كام، وهكذا. احنا عايزين نعمل ليد تايم كاتيجوري بالشكل ده، ماشي. ده الكالكوليتد كولم اللي احنا عايزينه. طيب اول حاجه خالص، يبقى احنا اول حاجه هنعمل التوتال ستي نايتس. قلنا التوتال ستي نايتس اللي هي متوسط سعر الغرفه في، لا ده الريفينيو بير بوكينج، معلش. التوتال ستي نايتس اللي احنا هنجمع، اللي هنشوف دلوقتي كده، فين. طيب قلنا ان احنا عندنا هنا عدد الليالي اللي احنا قعدناها، صح كده؟ اهو عدد الليالي اللي احنا قعدناها، فده هتجمع الاثنين مع بعض كده، ده هيبقى عدد الليالي اللي انت قعدتها كلها. طيب هنعمل ازاي بقى الكلام ده؟ من هنا او من الاد كولوم، معلش انت عايز اد كولوم اهو دلوقتي، فتقوم جاي هنا كده في الاد كولوم تقول له كاستم كولوم، عايزين نعمل كاستم كولوم. هيفتح لك الويندو دي، هيقول لك انت عايز ايه؟ نيو كولوم نيم، ايه النيو كولوم نيم انت عايزه؟ فانا اقول له توتال، انا عايز اعمل عمود اسمه توتال ستي نايتس بالشكل ده. طيب هنا الفورمال اللي انت عايزه. طيب هنا انت ممكن اصلا تخش تجيبها بتشات جي بي تي عادي، يعني تقول له انا عايز كذا كذا، فالمشكله او المعضله يعني مش في الكود اللي هيتكتب دلوقتي يعني. طيب ماشي. فاول حاجه انا عايز ايه؟ انا عايز اجمع الستي نايتس ان ويك اند. فانت لو جيت هنا كده مثلا هتلاقي هنا اهو، تعلم عليها كده، مش لازم حتى تكتب اي حاجه، وتقول له انسيرت.
تمام، لو انت شايف ان الموضوع صعب يعني. او تقول له بلس، عايز ايه بقى؟ انا عايز هنا، ممكن نكتبها بقى هنا، هي اسمها ايه؟ اسمها stay، اللي هي تاني واحدة، لا اللي هي اول واحدة دي. تمام كده، تمام. وتقوم قايل له اوكي، قايل له اوكي بالشكل ده، هيقوم حاسبها لك بالشكل ده، وعمل لك كمان ايه البتاع. قلنا احسن حاجة ان انت تقوم جاي هنا كده، وقمت قايل له رينيم، وتقوم عامل كده بالشكل ده، هيقوم عاملها لك كده. طيب تاني كولوم احنا عايزين نعمله، عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نعمل الريفينيو بير بوكينج، صح كده؟ طيب قلنا الريفينيو بير بوكينج هو متوسط سعر الغرفه اللي هو القدر في توتال ستي نايتس اللي احنا لسه حاسبينه دلوقتي. فبرضه نفس الفكره، تقوم واقف على الاد كولم والكاستم كولم، وتقول له هنا كده احنا عايزين نسميه ايه؟ ريفينيو بير بوكينج بالشكل ده. طيب قلنا ايه؟ قلنا هيبقى القدر، فتقول له هنا كده قدر بالشكل ده في توتال ستي نايتس اللي احنا لسه عاملينها، وتقوم قايل له اوكي، هيقوم منزلها لك بالشكل ده. تقوم واخد الاسم برضو كده، وتقوم عامل الشكل ده. طبعا يا جماعه اللي احنا بنعمله ده، والاناليسيز والاسئله والحاجات اللي احنا بنعملها ده، دي من اهم الحاجات اللي هي اصلا بتخليك تطلع الداشبورد. يعني الموضوع في الاناليسيز مش ان انت تطلع داشبورد بس، كل الشغل ده مطلوب، والمفروض ان انت تكون بتعرف تعمله. هو ده اللي الناس مش متخيلاه، الناس فاكره ان ايه الاناليسيز، ان انا بطلع داشبورد يعني ماسك عصايه سحليه واطلع الداشبورد مره واحده. فالكلام ده طبعا مش صح يعني. طيب عندنا ايه تاني؟ عايزين نعمل الجست تايب. طيب الجست تايب ده هنعمله عباره عن ايه؟ الجست تايب ده يعني نوع النزيل، صح كده؟ فهو اصلا مديك هنا، انا عايز اقسمهم، هل هو فاميلي، هل هو قابل، هل هو سنجل. كده انا قسمت الجست، صح كده؟ فهو مديني اصلا هنا ادلت اللي هم البالغين اللي احنا قلناه واحنا بنفهم الداتا، عندنا التشيلدرن، عندنا الاطفال، عندنا البيبيز، او عندنا هنا الصغيرين، عندنا هنا الاطفال. فاحنا هنقول لو هو الادلت بزيرو، والتشيلدرن بزيرو، والبيبي بزيرو، كده ايه unknown. ليه بقى؟ عشان احنا عندنا ممكن التلاته يبقى بزيرو. طب ازاي التلاته بزيرو او التلاته بزيرو؟ يبقى انا كده ما اعرفش اصلا يعني ازاي التلاته بزيرو، وانت ممكن تكون حاسب لهم فلوس، صح كده؟ فاحنا عندنا ده ايه؟ شرط من الشروط. طيب بعد كده عندنا لو ايه؟ لو انت عندك اتليست children اكبر من الزيرو، يعني children واحد او بيبيز واحد، يبقى انت كده ايه؟ فاميلي. ادام في اطفال او في بيبيز يبقى كده ايه؟ فاميلي. طيب لو الادلت بيساوي واحد يبقى كده سنجل، صح كده؟ لو مش بيساوي واحد يعني اكبر من الواحد، يبقى هو كده ايه؟ يبقى هو كده قبل. فتعالى عشان برضو ايه يعني الكود هيخلينا، او الفورمه هتخلينا ايه؟ نفهم الموضوع اكتر. فاحنا هنا عايزين نقول له انا عايز اعمل جست طيب. فانا هقول له هنا اول حاجه عندنا اللي هي ايه؟ الانون، اللي انا يبقى عندي 3 بزيرو وانت حاسب لهم برضو فلوس، وده ما ينفعش. فانت اول حاجه هتقول له، تكتب عادي if بالشكل ده، تقول له if adult، ثانية واحدة مش كده، if adult بالشكل ده بتساوي 0 and عادي انت بتكتب اللي انت بتقوله. تمام تمام. تقول له هنا and children equal 0 برضو and البيبيز equal 0. ها انت عمال تقول له اهو الشرط بقى، انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز ازن، تقول له زن، اللي هيجي بعد زن ده اللي هيتكتب. طيب زن، قول له انا عايز اكتب النو بالشكل ده بس. طيب خلصت. عايز ايه؟ عايز else if، else if ليه؟ عشان اكتب حاجه جديده، كويري جديده، صح كده؟ طيب اقول له ايه؟ children، لو ال children اكبر من الزيرو، لو دي اكبر من الزيرو، او هنا يعني ايه؟ يعني or، او البيبيز اكبر من الزيرو، then عايزين تقول لي ان هما فاميلي، اللي هو لو، بص احنا كتبنا هنا else is else if بالشكل ده. طيب
هنا بيقول لك ايه، لو التشيلد اكبر من زيرو، لو انت الاطفال عددها اكبر من زيرو او البيبيز اكبر من زيرو، معنى كده ان هم فاميلي بالشكل ده. طيب بعد كده عايزين ايه؟ عايزين نقول له لو هو سنجل اس اف برضه، فهتقول له لو الادلت، لو ادلت بقى بيساوي واحد، يبقى هو ايه؟ على طول اهو، يبقى هو سنجل زيك كده. ماشي تمام. تمام. بعد كده عايزين ايه؟ عايزين بقى إلس بقى، خلاص اخر إلس، اللي هو لو إلس ده مش هتكتب له شرط، ليه؟ لان انت خلاص كده حطيت كل الشروط. هو إلس ده معنى كده ان انت عندك اهو 3، فخلاص هيبقى النون. طيب لو لو اكبر من زيرو فهو فاميلي، الاثنين ده اكبر من زيرو فهو فاميلي، وادلتس واحد. طيب إلس كده معناه ان الادلتس اصلا اكبر من الواحد، صح كده؟ يبقى هو ايه؟ يبقى على طول تكتب له إلس قبل، افتح دبل كوتيشن قبل. هو في ايه؟ مش عارف اكتب ليه. ماشي قبل بالشكل ده، بس كده. تقول له ايه؟ تقول له اوكي، هيقوم منزلها لك بالشكل ده، والداتا بتاعتك جميله بالشكل ده. طيب ايه تاني؟ عايز الليد تايم كاتيجوري. عايزين نصنف الكاتيجوري، عايزين نصنفها ازاي؟ نصنفها هل هو لونج، احنا قلنا بقى ده ليد تايم، يبقى لونج، يبقى ليد اللي هو الميديوم او الشورت. فطبعا برضو ده بيبقى المفروض ان هو كاتب لك يعني بناء على ايه، لان هنا هو بيديك لقيت التيبل هنا اسمه ايه؟ اسمه الليد تايم اهو. الليد تايم فيه ارقام، فطب انت عايز اقسمه مع بناء على ايه؟ فالمفروض ان هو بيديك برضو التقسيمه دي. فاحنا خلينا نعمل ايه؟ نعمل برضو الكاستم بتاعنا هنا كده. عايزين نعمل ايه؟ الليد تايم كاتيجوري بالشكل ده. طيب هنقول له if الليد تايم اكبر من 90، هقسمها 90 يعني لو هو اكبر من 90 يوم فزن ده كده لونج. تمام، ده كده لونج. طيب else if بالشكل ده، لو الليد تايم اكبر من في ماشي، لو الليد تايم المشكلة لو اهو. طيب لو الليد تايم اكبر من او يساوي 30 زن ده كده ميديوم عادي، ميديوم بالشكل ده. طيب else يعني لو ده ولا ده هيبقى شورت، معنى كده ان هو لو من 0 ل 30 هو شورت، لو من 30 ل 90 هو ميديوم، لو اكبر من 90 فهو لونج. وتقول له اوكي بالشكل ده. طيب احنا طبعا نسينا برضو هنا ايه نعمل البتاع ده. الخطوه دي مهمه جدا يا جدعان، هتعرفوها يعني لما تضطروا ان انتوا ترجعوا تاني. فنعمل كده ماشي. نيجي هنا برضو هم عاملين كده بس كده. طيب كده احنا عملنا الكاستم الكالكوليتد كولومز، وعملنا كل حاجه كده. ناقص بقى ان احنا ايه، ان احنا نعمل الداشبورد. طيب هنطلع الداتا اصلا ازاي بقى؟ يعني المفروض بقى نطلع الداتا. ف بتعمل ايه؟ تيجي من هنا كده من الفايل، تقول له كلوز اند لود بالشكل ده. حمل الداتا. على فكره كبيره الداتا، احنا عندنا الداتا هنا 119,000 رو. بص، فالداتا كبيره يعني مش صغيره. طيب طلع لك الداتا بالشكل ده. طيب احنا نزلنا الداتا بالشكل ده، طلعناها عملناها لود. تعال نعمل دلوقتي كده البيفت تيبل، نعمله بيفت تيبل. فهنعلم عليه كده ونقول له من الانسيرت خليهولي بيفت تيبل. هيقول لك نيو اكزيست، نيو ورك شيت ولا اكزيست مثلا. خلينا نحطه هنا مثلا. هيقول لك حط اللوكيشن
فانا هحط اللوكيشن هنا مثلا كده. بس كده. حاجة تاني، ايوه هنا هيقول لك add this data to the data model. دوس عليها دي عشان بص هنخش دلوقتي على الباور بيفت بقى. تقول له اوكي. هيلود بقى، هيحمل معاك. هنخش على الباور بيفت علشان نعمل البتاع ده، نحسب الكي بي ايز. طيب هو هنا عمل اهو الباور بيفت بتاعك بالشكل ده. لو جيت مثلا حطيت هنا هيقوم حاسبها لك. ده صم ده. ممكن تقوم جاي هنا كده، هنا كده تقوم قايل له مثلا افريج، او لا اللي هو الكاونت، طلع لك عددهم وهكذا يعني. طيب عايزين دلوقتي نحسب بقى الكي بي ايز بتاعتنا. الكي بي ايز بتبقى من الباور بيفت ده. تخش هنا كده في ايه، ماشي واقف هنا كده. بص ماله في ايه، ماشي اهو. ايوه تدوس كده على مانج، هيقوم فاتح لك هنا كده الباور بيفت. الباور بيفت ده بيتكتب فيه لغة داكس. فانا دلوقتي مثلا هنا كده تقوم واقف هنا كده. عايزين ان احنا ايه، اول كي بي اي كان عندنا اللي هو التوتال بوكينج، صح كده؟ توتال، تكتب هنا فوق كده توتال بوكينج. اللغة اللي بتستخدم هنا هي لغة الداكس، فبتتكتب بالطريقة دي يعني. بعمل له كده توتال بوكينج ايكوال، عايزين ايه، كاونت. اكاونت ايه بقى، اكاونت البوكينج اي دي. البوكينج اه البوكينج اي دي. بس الشكل ده. تقوم يقول لك في مشكلة ايه. طيب متحطلهاش تقريبا اصلا. في هنا ممكن يكون في جزء زيادة مثلا بالشكل ده. اه ايرور بقى. طيب واحنا كنا كاتبين كان قبل دي كان في كاونت. فبرضه يعني هو كده بالطريقه دي يعني كاونت، وتقوم مديله اسم التيبل. تقريبا احنا كنا عاملين يعني الموضوع غلط يعني. طيب تاني حاجه احنا عايزين، قلنا عايزين الريفينيو، توتال ريفينيو. فالتوتال ريفينيو هي عباره عن sum. تكتب له كده اسم التيبل توتال ريفينيو بالشكل ده. قايل له النقطتين دول، قايل له ايكوال، تقول له بقى ايه sum. عايزه sum الريفينيو بالبوكينج اللي احنا حسبناه. الريفينيو بالشكل ده. هيقوم نازل كده اهو. ممكن بقى انت تظبطه، تقريبا بتعمله من هنا كده بالشكل ده. ماشي كده. عايزين الكانسليشن ريت بالشكل ده. تقول له بقى ايه، تكتب المعادلة دي ديفايد، هتديفايد السم بتاع الكنسل. تقول له السم بتاع كانسل والكاونت بتاع البوكينج. انت بتقول له هنا، بتقول له اقسم السم بتاع is cancelled، يعني طلع لي الحاجات اللي هي الكنسله. وبعد كده بقى اما تجمعهم كلهم اقسمهم على عدد البوكينج كله اللي هو 1000 119000 ده. تمام كده. ندقسين كده هيقوم مطلعه لك بالشكل ده. بس احنا عايزينه طبعا في المية. فممكن تقوم عامل كده يطلع لك بقى ان هو 37%. ده رقم كبير قوي، كنسله كبير قوي، لازم نعرف هو ده ليه كده. طيب وبتيجي من هنا بقى، هنا بص تقول له ايه سيف، تقوم دايس كده سيف. لا مش ده، ماشي في المفروض كده برضه. ماشي اكسل ورك شوب شيت. طيب ماشي خلينا نشوف كده. عشان هو اصلا سي اس في. فالسي اس في ما بيشيلش غير شيت واحد تقريبا، او هو ما بيشيلش غير شيت واحد. فهو تقريبا عايز حاجه يعني زي كده. فخلينا نسميه اي حاجه يعني، بروجكت مثلا، بروجكت بالشكل ده.
نحطه مثلا في الديسكتوب عشان يبقى سهل. ديسكتوب البتاع اللي انا بختارها اصلا سيف، فهنشوف اللي هيحصل. بس كده. طيب هنا بيفت تيبلز بتاعتنا، تنزل هنا هتلاقي بقى التوتال على طول كده، هذا هيطلع لك على طول كده بالشكل ده. بص توتال ريفينيو، عايز الكانسليشن ريت بالشكل ده كده. طيب عايزين نبدأ نعمل الاناليسيس بتاعتنا بقى. ماشي. فنطلع الكي بي ايز بتاعتنا الاول. احنا عندنا هنا عايزين نعمل نغير مثلا هنا نقول له اناليسيس بالشكل ده. اول حاجه نطلع الكي بي ايز بتاعتنا كانت التوتال بوكينج كده بالشكل ده. عايزين هنا هيكون تاني حاجة التوتال ريفينيو بالشكل ده. وتالت حاجة هتكون في ماشي. تالت حاجة هتكون cancellation rate بالشكل ده. طيب ممكن نظبط بقى احنا نظبط البتاع ده، نعمل نجوم كده، نظبط مثلا نعمل كده، نعمل كده. ماشي. فدي معروفة كده. ماشي. ممكن نعمل بقى كده، نعمل كده مثلا. ممكن نخش اصلا على الفورمات بتاعتها تقريبا من هنا كده، بتدوس كنترول واحد. ماشي. وفي الكاستم هنا عندنا هنا فين كاستم هنا، تقوم كاتب المعادلة دي شباك علامة شباك زيرو دوت زيرو كوما ويلو ام بالشكل ده، عشان يطلع لك يعني ايه، بدل ما يطلع لك الرقم ده كله فيطلعه لك 72 مليون 42 مليون و 700 و 200 او 700 الف يعني. طيب بعد كده عايزين بقى نجاوب الاسئله. فاول سؤال كان بيقول لك عايز التوتال بوكينج والريفينيو باي هوتيل تايب، فانت بتعمل اللي هو طالبه منك بالظبط كده. فانت نزل هنا كده مثلا، تقف هنا تقول له ماشي انت عايز ايه. عايز التوتال بوكينج، فانت اول حاجه انا عايز التوتال بوكينج ده هيكون صم، فنفس الفكره كده. طيب وعايز التوتال ريفينيو، عايز التوتال ريفينيو بس عايزهم ايه، عايزهم باي هوتيل تايب. فتيجي هنا كده الهوتيل تايب وتقوم حاططها في الروز بالشكل ده، فيقوم يطلع لك ان الروز ان انت عندك اتنين سيتي تايب، عندك السيتي هوتيل وعندك الريست هوتيل. عندك ده عامل العدد ده من البوكينج، عدد الحجوزات ده، وده عنده عدد الحجوزات ده باجمالي البوكينج اللي عندنا، وده عامل الريفينيو ده، وده عامل الريفينيو ده. فممكن برضو تخش تظبط الموضوع كده، تقوم عامل كده مثلا عشان بس يبقى اسهل في القرايه بس مش اكتر. كمان يعني الشكل يكون كويس وانت بتعرضها في الداشبورد، فممكن تعمل كده برضو بالشكل ده. انت ممكن اصلا تكون معلم على التعلم عليها كلها تقريبا. فتعال نشوف كده كنترول واحد مثلا، تقول له كاستم، تقوم هتلاقيها تحت متعلمة تحت عندك كده، تقوم دايس اوكي هتلاقيها اتعملت بالشكل ده. طيب عندنا تاني سؤال. كوبي كده. عندنا تاني سؤال بيقول لك عايز ايه، عايز الكانسليشن ريت باي كاستم تايب. طيب باي كاستمر تايب، عايز الكانسليشن ريت. فتقوم قايل له هنا كده، ده ما انت كده مش عايزين ده. هو عايز ايه، عايز الكانسليشن ريت باي الكاستمر تايب. فين الكاستمر تايب، كاستمر تايب ممكن تبحث بقى انت على طول كده تقول كاستمر، هيقوم طلعهولك كده اهو كاستمر تايب. هيقوم نازل لك بالشكل ده، هيقول لك ان انت عندك اكتر واحد اللي هو ده. فاحنا ممكن ايه نسورت برضو بالشكل ده، مش هنا، سورت هنا. ماشي.
smallest او من اللارجست، عايزين من اللارجست، فده اعلى واحد عمل الكنسل. طيب كان عندنا السؤال التاني كان بيقول لك عايز total revenue by market segment، فسيب الريفينيو وهات الماركت سيجمنت الماركت، ماشي بالشكل ده، وارمي الهوتيل بره، فيقوم طالعها لك برضو بالطريقة دي، ماشي. بس ده بقى عندك كده كده كده، عندك ده أكتر حاجة، ده عامل 23 مليون، فعندك حاجة أصلا unidentified، ماشي. ده خلي بالك من دي برضو، ممكن تحطها في الانسايتس مثلا، تقول له احنا لقينا البتاع ده، ماشي، شيل من عليها البتاع أو خليه كده. طيب بيوجع العين ده كده، حاسس إن عيني وجعت، ممكن نخليه أسود زي اللي فوق. طيب كده عايزين إيه تاني؟ لو عايز برضو تسورت برضو فاحنا نسورت عادي أهو، مفيش أي مشكلة يعني، ماشي. كده عايزين تاني، في سؤال تاني اللي هو احنا كده السؤال كام؟ كده جاوبنا كام سؤال؟ جبنا أدي 1 2 3 4، لا مش 4، طيب 1 2 3، ده لسه الرابع، لسه الرابع، ماشي. توتال ريفينيو، عايزين توتال ريفينيو باي جيست تايب اللي احنا عملناها أصلا، جيست تايب اللي احنا عملناها جوه في البيفت تيبل، في قصدي الباور كويري، ماشي. هو نفس الفكرة أهو. بص عندك بلانك، خلي بالك عندك بلانك، ماشي. السورت، السورت ده بقى اهو، السورت في يعني بالشكل ده، ماشي. عندنا القابل هم أكتر ناس بيجوا عندنا، عندك واحد unknown، ماشي. كتبها غلط unknown أصلا، خلي بالك من الحوار ده، كتبناها غلط، ماشي. عندنا السؤال اللي بعديه cancellation rate by hotel type والlead type، والlead type، ماشي. فهو عايز cancellation rate بالشكل ده، الهوتيل تايب فين؟ الهوتيل تايب، هوتيل، ماشي. والليد تايم كاتيجوري اللي احنا عملناها بالشكل ده. بص بقى انت عندك ايه، 55% من الناس اللي بتقعد وقت كتير بتلغي، ده رقم غريب يعني، رقم كبير جدا جدا جدا، لازم نشوف المشكلة دي. طيب كده احنا عملنا البيفت تيبل. طيب كده ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا نعمل الشارتس ونعمل السلايزر، فتعالى نعمل الشارتس كده. فهنا ممكن نعمل شرط ايه، ممكن نعمل شرط اللي هو الكومبو. ليه؟ لان انت عندك اتنين يعني، هنا اكسس وهنا هيبقى اكسس مختلف. فتعال نشوف كده، insert، تقوم جاي من منين، نسيت والله. هو في اصلا في الريكومنديشن، في الريكومنديشن تقول له كومبو، وتقوم معلم هنا كده عشان يديك الاتنين على بعض، او ممكن تعلم هنا بالشكل ده، بس احنا نعلم هنا، اللي هيقوم طلعهولك بالشكل ده. ممكن بقى تظبطه هنا يعني، او تظبطه بقى في الشيت بتاع الداشبورد، فخلينا نبقى نظبطه يعني لما نعمل باقي يعني. طيب كده عندنا عايز الكانسيشن ريت، فهنا يبقى الاحسن ليها ممكن تبص هنا كده، تدوس انسيرت. خلي بالك ده ممكن اصلا ريكومنديشن، فاهم؟ هو ريكومنديشن بس ساعات اصلا بيعمل كله زي بعض، فانت متفهمش فيه ايه. تعالى مثلا هنا نعملها بار تشارت بالشكل ده، يجيب لك ايه من الاعلى، من الاصغر للاعلى، وبرضه ممكن تعملها من الاكبر للاعلى، ماشي. تعالى نشوف كده، هنا ده تالت سؤال اللي هو توتال ريفينيو باي ماركت سيجمنت، ده برضه ممكن نعمله بار برضه عادي، مفيش أي مشكلة، نحطهم جنب بعض كده. فهنا كده برضه نعملها بار بالشكل ده. ممكن هنا بقى انت لو عايز اصلا من الكبير للصغير، فنغير السورت مثلا نخليها سمولست، هنا تبقى سمولست، فهنا ايه هتتبدل. برضه هنا نخليها برضه سمولست،
فهي هتتبدل تحت. تمام. هنا عايزين البتاع ده، فده ممكن نعمله ايه؟ نعمله نسب بقى. عايزين نسبة القابل مثلا، نسبة الفاميلي، نسبة السنجل. عندنا برضو نسبة اللون ونسبة بلانك. مفيش نسبة بلانك، هو أصلا صفر أهو. أو ممكن يكون حاجة يعني بسيطة، يعني عشان ده بالمليون فممكن يكون حاجة بسيطة يعني. طيب فدي عايزينها نسبة، فعايزينها مثلا نعملها دونت شارت مثلا. طبعا اوعى تعمل حاجة 3D. اوعى تعمل حاجة 3D. في قاعدة في الكتاب كده، في الكتاب اللي هو بتاع ستوري تيلينج ويز داتا، يقول لك never use 3D. ف never، إلا لو الكلاينت طلب منك. انت كده كده شغالين عشان الكلاينت يعني، فبس يعني. طيب كده عايزين الكانسليشن نيت. ده الكانسليشن نيت في الريد تايم ده بقى ايه؟ يعني بص، ده جواه حاجات، فده يبقى احسن لو كولوم تشارت بالشكل ده. لو جيت هنا مثلا عملت كولوم تشارت بالشكل ده، فيقوم بقى ايه؟ مش هتلاقي شيء. لو دوست هنا كده يقوم مقفول، لو عملت هنا كده يقوم فاتح لك ايه اللي جوه. لو في حاجه تانية جوه اللونج ده، هيدوس هنا كده يقوم فاتح لك برضه. حاجه حلوه يعني. طيب كده عايزين نعمل ايه؟ عايزين بقى نسمي البيفت تيبل دي. ليه نسميها؟ نسميها علشان نربطها بالسلايزر اللي احنا هنعمله. تعال الاول نعمل السلايزر كده. فتقف هنا كده مثلا، تقول له هنا insert slicer بالشكل ده. تقول له عايزين هوتل كويري بوكينج اوبن. ايه المشكلة؟ ماشي. عايزين insert slicer. مش من هنا المفروض connection from the network connection query. ايوه يا عم، في ايه؟ فهمت. انت معلش اتلخبطت. انت المفروض اصلا بتقف عليها وتقول له insert slicer بقى بالشكل ده. تقول له انت هتعمله عن اني جدول يعني. احنا قلنا عايزين نعمل سلايسر على ايه؟ احنا عايزين نعمل سلايسر على الهوتل والديت والكاستمر تايب. فهنا كده هنشوف بقى الهوتل. فين الهوتل اهو الهوتل. وعايزين ايه تاني؟ عايزين الديت، الرايفر ديت. وعايزين الكاستمر تايب. كاستمر تايب كاستمر تايب فين يا جماعه الكاستمر تايب؟ بس هي اهي كاستمر تايب. تقوم دايس اوكي، هيقوم نازلين بالشكل ده. تقوم واخدهم كده. هات فين؟ لسه مكان. طيب كنت منزلها كده مثلا. سرايفر تايب ده كتير قوي يعني. ده تلاقيه مليان اصلا ازاي. طيب تعالى كده سلايسر. نقول له احنا مش عايزين سلايسر على البتاع ده. صح ده كده تقريبا في حاجة. ماشي. هنا كده سير سلايسر. في هنا تقريبا المفروض اصلا في هيرايكل تطلع اصلا. دي مش معمولة، مش عارف تقريبا عشان احنا معملناهاش جوه. فانت دي مشكلة دي. طيب كده احنا هنضطر نرجع تاني للباور كويري. لما بترجع بتدوس هنا كده وتقول له ايه؟ بتدوس على داتا وتقول له، او بتدوس على كويري وتقول له edit. بتدوس على كويري وتقول له edit، فيفتح لك الباور كويري تاني. طيب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقسمها ديت وير ومانث. صح كده؟ فتعالى نعمل هنا كده بوم. at columns date. تقول له عايزين year. عايز year، هيطلع لك الير. وهنا كده تقول له عايزين add column date. عايزينها months، طلع لك المانث. اللي احنا عايزينها مش هتحتاج غير الير تقريبا، لان انا عايز افلتر بالير، مش عايز افلتر بالدي يعني او كده. فتقريبا انت مش هتحتاج غير كده، بس يعني ماشي. هو تقريبا انت مش هتحتاج غير الير فعلا. فانا هنفلتر بالير بس. ماشي. وبعد كده تقوم قايل له ايه؟
قايل له سيف، نفس الفكرة، كلوز. هيلود معاك. نفس الشكل ده. تيجي هنا كده مثلا عايزين نعمل مثلا ريفرش. فين الريفرش؟ ريفرش اهو. طبعا اي ريفرش او اي جيت داتا او انت بتودي داتا او حاجه هتاخد وقت، لان هو يعني كتير، يعني 119,000 رو، فكتير يعني. فاحنا كنا ايه اسمها يير، اهو بقت يير موجوده اهي. فتقوم واقف هنا كده وتقول له ايه، عايزين insert slicer. فتلاقي الير بقى موجودة لوحدها. فين الير اهي. وتقوم نازل بالشكل ده، هتقوم منزلها لك ير كل اليرز اللي عندك كده. طيب لو دوست انت هنا اصلا بقى، المفروض ده سلايسر صح كده. لو انت دوست هنا كده هتلاقي ده بس اللي بيتحرك، ده مش بيتحرك. ليه؟ لان انت رابط ده بس، انت لما جيت نزلته على ده بس. طيب عايزين ايه؟ عايزين نعمله على كله. فده بيجي فايده بقى ان انت تسمي البيفت تيبل بتاعك اصلا. ان انت هتيجي بقى ايه، تيجي مثلا تقف على السلايسر، يعني عايزين ن... ن... نكونكت مع الباقي، يعني فتقف على السلايسر هنا بالشكل ده. ماشي. تقف على هنا كده، بس مفيش سلايسر هنا، مش فاهم مش راضي يدوس عليه ليه. المفروض انت بتكونكت اصلا من هنا، تدوس كده عليه عشان يفتح لك الهوم بتاعك اهي. بس كده هنا الروبوت كونكشن، ده كل البيفت تيبل اللي عندك. طيب احنا هتبقى هنا سهل عشان انت ايه، هتكونكت يعني على كله. لكن انت لو عايز مثلا تكونكت على حاجات معينه، مش عايز تكونكت على كله، فيبقى احسن ان انت ايه تسميهم مثلا، فاهم قصدي. لكن احنا هنا هو الافضل طبعا البيست براكتس ان انت تسميهم. لكن احنا هنا يعني هنعمل كونكت على كله وخلاص يعني. دلوقتي يعني ايه، نعمل الموضوع اللي هو ايه، نعلم عليهم كلهم بالشكل ده. اوكي. برضه نفس الكلام مع كله بقى. معلم كده. برضه اتعلم كده بالشكل ده. لو بقى دوست كده مثلا تلاقي كله اتعامل معاك. دوست كده تلاقي كله سمع معاك بالشكل ده. طيب كده بقى نبدأ إن احنا نعمل الداشبورد. طيب دلوقتي بقى نبدأ نعمل الداشبورد بتاعنا، أو بتاعتنا يعني. فهنا هتفتح بقى شيت جديد هنا كده، تقول له هنا كده عشان ده داش بورد بالشكل ده. تمام. تيجي هنا بقى هنا على فيو، تقوم قايل له مش عايز الجايد لاينز، هيشيل لك ده كده بالشكل ده. مش عايز الهيدنج، يشيل لك اللي فوق ده. تيجي هنا تقول له انا عايز فول سكرين مود، فيقوم عاملها لك بالشكل ده. طيب وتيجي هنا تقول له ثانية كده، ايوه، لا، تقف فوق كده هيقوم منزل لك هنا، تقول له عايز insert shapes، واجيب ده كده، اقوم ساحب بالشكل ده، واقوم عامل كده. تمام. تمام كده. بس كده. ماشي. انت اول حاجه يا جماعه، انت بتبقى او اول حاجه يا جدعان يعني، انت بتبقى عندك زي ما نقول ايه، عندك ديزاين. يعني انت بنفكر في ديزاين هتنفذه على حسب الاناليسيز اللي عندك. فاحنا عندنا هنا مثلا تلاتة تلاتة سلايسر، وعندنا هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة شارتس. تمام. فأقول مثلا إن إحنا عندنا هنا كده هنحط هنا السلايزر، هنحطه فين؟ هنحطه في الشكل ده. نقول له انسرت هنا، ونقول له شيبس بالشكل ده، ونقول له نحط هنا كده، تقوم ساحب هنا كده، تقول له ايه، احنا هنحط هنا
للتشارتس، هنحط هنا قصدي السلايسر، بس تقوم مظبطها بقى انت بالشكل ده. طبعا كل ده شغل بقى ديزاين بقى، فايه تقوم مظبط الدنيا بتاعتك كده. طبعا هنظبط اكتر يعني الشكل، وهنظبط كل حاجه والالوان كمان وكله. ماشي. فاحنا قلنا هنا كده مثلا ايه، احنا قلنا ان احنا عندنا هنا هنحط هنا السلايسر. طيب عندك ايه، انت عندك اصلا الكي بي ايز. فالكي بي ايز بتتحط في حاجات زي كارد كده. لما نشتغل على باور بي اي ان شاء الله، لو عملنا داشبورد على باور بي اي، الحاجات دي هتبقى هي يعني موجوده كده، يا دوبك هتحطها على طول. طيب احنا عندنا واحد، اتنين، تلاتة، قلنا عندنا خمسة صح كده. طيب الأول عندنا تلاتة كي بي ايز أو بالشكل ده، عندنا التلاتة دول. فنعمل زي تلاتة كاردز كده. تمام. تقول له انسيرت. أصلا ممكن من هنا على طول، هي فين أصلا؟ ماشي ما علينا. ممكن شيب فورمات على طول، أو من هنا كده على طول، وتقوم جاي هنا كده تقول له إيه، مثلا هنعملها بالحجم ده. تاخد كوبي بيست بيست عشان يبقوا قد بعض. تمام. وتيجي هنا كده تقوم كنترول، بس خلي بالك ما تعلمش على دي معاهم. تمام. تقف هنا كده عشان دي تتشال. تقوم واخد كنترول مع التلاتة، وجاي هنا في الشيب فورمات هنا الاين، تقوم عامل الاين توب، هيقوم طالعين لفوق. تقوم عامل الاين اللي هو ده ديستريبيوت دي. فدي هيوزعهم بالتساوي على حسب الحجم يعني اللي ما بينهم. فهنا هتلاقيه متوزعين بالتساوي جنب بعض. طيب كده احنا ايه، هنحط هنا الكي بي ايز. طيب وبعد كده عايزين ايه، نقسم للداشبورد. فانا عندي 5 داشبورد. فاقول خمسه قصدي، عايزين نقسم للتشارت. فانا عندي 5 تشارتس. فانا هقول له ايه، هقول له انسرت مثلا هنا، هنعملها بقى دي كده. فاقول له مثلا ايه اهو هنا كده، حط هنا، حط 3 فوق بالشكل ده. برضه هنعملها بقى بنفس الطريقة كده. ماشي. واقوم برضه جايب هنا كده، احط هنا مثلا الباي تشارت او الدونات تشارت. تمام. واقوم جايب واحدة كمان هنا كده. ودي بقى ايه، هما 5 صح كده. فاقوم عامل دي كده، احطها ايه. طب مبدئيا بتشوف الديزاين في دماغك، ممكن بعد كل ده تغيره عادي، بس انت ايه مبدئيا كده ايه الشكل كويس يعني. هتقولي طب البتاع ده عايزين نشوف الالوان يعني. فالالوان، ففي هنا في جوجل مثلا، في هنا هي حاجه اسمها كولر هانت. ده بيبقى بيديك باكيتات الوان كده. نفس الموضوع هنا في اكسل برضه، خلي بالك يعني. انت لو جيت هنا اخترت انا عايز مثلا اغير اللون مثلا هنا في الشيب فيل مثلا هنا، بص هتلاقي عامل لك باكيتات بتاعته. كل ده بيبقوا لايقين على بعض يعني. فنفس الفكرة، بس دي بتبقى يعني حاجات ناس بتستخدمها بتاعت الديزاين بتاعت الحاجات كده يعني. فمثلا هنختار أي حاجة يعني، الألوان دي مش مهمة يعني دلوقتي. يعني أنت بعد كده بقى تعيش مع نفسك بقى. فمثلا ناخد هنا مثلا إيه، تخلي مثلا هنا ده الكلام ده كده بالشكل ده. فأنا هقول مثلا شيب، فأنا هقول له هنا كاستم اللي هو مول فيلز كولم. تقوم مديله إيه، كاستم. تمام. تديله الهكسة بالشكل ده. تقول له اوكي، هيقوم عاملها لك بالشكل ده. طيب وناخد مثلا ده بالشكل ده. نقول له عايزين برضو نفس الفكرة، مور، وتقوم مديله ده كده. تقول له اوكي بالشكل ده. وتقوم جاي هنا مثلا ايه، عايزين يا جماعة نعمله مثلا ازرق. ممكن نستخدم الباكيتة دي مثلا، بتاعت الازرق دي. او ممكن نشوف هنا كده لو في اصلا ازرق مثلا، ممكن ده يكون كويس برضو. لو في اي الوان زرقاء، ازاي انا عايز ازرق غامق. لو في هنا ازرق غامق، ازرق غامق، في الازرق الغامق اللي هو غامق غامق يعني، هو اكنه مدي على اسود، اللي هو زي ده كده مثلا. طب ما ناخد ده. ماشي تعال نشوفه ده كده. ممكن ناخد ده كده ورا. طبعا بقى قلنا الالوان ده بقى على حسب انت بقى، حسب دماغك بقى. يعني حسب انت عايز ايه، فانت ودماغك يعني، او انت وذوقك. ماشي. فنقول له اوكي كده، اعملها لك بالشكل ده. ماشي. عايزين مثلا ده هنا شيب. فمثلا ايه،
في هنا لون ازرق مثلا زي كده. والله بقى يا جماعة ايه، عشان الفيديو ما يطولش، فاحنا هنعمل اللي احنا ايه قلنا عليه، اللي هو الالوان دلوقتي يعني مش مهمة. تمام. فانت ممكن ايه تظبط الالوان بقى مع نفسك، وقلنا الالوان دي اصلا ايه، آه، ذوق يعني، يبقى على حسب ذوق الشخص. تيجي هنا كده تقوم، ايه يا عم رحت فين؟ ماشي. فانا يا جماعة ننزل دي دلوقتي عشان مش كل شوية افضل اعمل كده. فتعالوا كده نشوف نيجي هنا كده تقوم اعمل كده، تقوم اعمل كده، تقوم اعمل كده. ماشي. تمام. 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 بس بالشكل ده. ماشي. ايه تاني عايزين بقى ننقل الحاجات. فتعال ننقل الكي بي ايز. فبتيجي هنا كده تقوم برضو عامل شيب جواها، تعمل شيب جوه الشيب، فتقول له انسرت هنا، فانسرت شيب. فين الشيب؟ هنا كده اقول له انسرت شيب بالشكل ده. تمام. تعمل فيه ايه بقى؟ تقوم جاي كده اناليسيز، تقوم واقف هنا كده ثانية، تقوم جاي هنا كده، تقوم دايس ايكوال فوق هنا كده، وتقوم راجع على الاناليسيز، تقول له انا عايز توتال بوكينج من هنا كده، هيقوم نايلها لك كده. ظبط بقى الدنيا بتاعتك. تعالى برضو نرجع الفول سكرين. ظبط بقى الدنيا بتاعتك، تقوم عاملها كده مثلا، احنا عايزين كلها كده، نجيب عايزينها في النص، وعايزين نكبرها، نخليها مثلا ايه 24 كتير، ممكن نخليها 20 مثلا، نخليها بولد، ونخلي لون الخط بتاعها اسود بالشكل ده. طبعا هنا بقى في الشيب ذات نفسه تقوم عامل هنا، جاي هنا وعامل نو فيل بالشكل ده، وتقوم عامل نو اوتلاين بس، فتبقى اكنها كده بالظبط. تقوم جاي بقى ايه دايس، اعملها من فوق كده، صور لي كده الدنيا كده، حط هنا كده. بعد كده تقوم جاي هنا، دي بقى ايه، دي للرقم ذات نفسه، تقول له ايكوال، تقوم دايس على الرقم هنا، يقوم جاي لك كده برضو بس بالشكل ده. ممكن برضو تلعب نفس اللعبة. تمام. ننزل مثلا دي كانت 20 مثلا، فخليها 18 دي مثلا كده، بس كده بالشكل ده. ممكن انت بقى تعمل ايه، تقوم عامل حاجة اسمها جروبينج. يعني ايه جروبينج؟ الأول بس تعالى نظبطها تاني. شيب اللاين بالشكل ده، بعمل حاجة اسمها جروبينج، تقوم معلم على ده كده، وعلى ده، وعلى ده، وتقوم رايح هنا كده عامل حاجة اسمها جروبينج بالشكل ده، بحيث إن أنت تتحرك. فبص كله بقى إيه، بقى ثابت. فاهمني؟ ماشي. جروبينج بالشكل ده. طيب هنا هتعمل نفس الفكرة برضو. احنا نسينا ناخد كوبي، بس انت متنساش بقى تاخد كوبي. فتقوم جاي هنا كده، نفس الفكرة، تعمل نفس الفكرة بالظبط. ممكن هنا نقوم جايين هنا كده، واخدين ده رامينه هنا. مجاش ليه طيب بالشكل ده؟ مش راضي برضه. طيب نعملها احنا اسهل، على طول كده. هي على طول بقى انت حفظت بقى من اول واحدة، فتقوم عامل بالشكل ده، تقوم جايبها له كده، بص طالع فوق كده، عامل نو شيب او نو فيل ونو اوتلاين بس كده. تقوم عامل واحدة كده، في كوبي نازل تحت، تقوم جايب الرقم بتاعها بالشكل ده. برضو على السريع برضو انت ايه تتعامل، هو هيكون ايه الموضوع بسيط يعني بالشكل ده. طيب برضو شوف كده نعمل جروبينج. ايه اللي حصل؟ ماشي.
متعملش برضو جروبنج مع الكبيرة، خلي بالك. الشيب جروبنج بالشكل ده. ماشي. هنا برضو نفس الفكرة. خلاص بقى انت مرحلة الداشبورد، يعني الناس بتبقى فاكرة ان المشكلة في الداشبورد. خالص اطلاقا. الداشبورد تقريبا شغل روتيني يعني. بس يعني الموضوع مش في الداشبورد، الموضوع مش في الداشبورد، الموضوع في ده. الموضوع في ده يا جدعان. بس الموضوع في اللي احنا عملناه هنا. الموضوع مش في الداشبورد خالص. بس انت يعني في ناس بتبقى مهتمة بالديزاين قوي. انت مش جرافيك ديزاينر. يعني يعني عايز الناس تفهم ده بجد. عايز الناس اللي هي بتاعت الداتا اناليسيز او اللي بتدرس يعني داتا اناليسيز. الفكره مش ان انت تطلع داشبورد يعني اطلاقا. تقريبا اغلب اصلا شغلك اصلا في الشركات مش ان انت هتكون بتطلع داشبورد خالص يعني. هيبقى اغلب شغلك في الداتا ذات نفسها، في الداتا الخام. عشان كده دلوقتي اغلب الناس بتقول لك اتعلم جزء داتا انجينيرنج مع الداتا اناليسيز. بس الموضوع يعني مش الموضوع مش داشبورد بس يعني. فاحنا قلنا ايه؟ قلنا نعمل نو فيل، نو برضو اوت لاين بالشكل ده. نجيب هنا ايه؟ آه بالشكل ده. ماشي ايكوال الرقم بتاعك. تيجي هنا تقوم عامل بولد، تقوم عامل 18 بس كده. ونعمل الجرومينج بتاعتنا بالشكل ده. جروب بس تيجي كده. هنا نعمل برضو ايه؟ نظبط برضو الاونلاين بتاعتهم بالشكل ده. طيب كده دخلنا الكي بي ايز بتاعتنا. عشان ندخل بقى الداشبوردز بتاعتنا. فهنجيب هنا دلوقتي الداشبورد بتاعتنا دي هنا كده. تحاول بقى ان انت ايه؟ تظبط المقاس عليها بالظبط. تمام. ماشي. انت ممكن اصلا ماشي جاي هنا بقى انت ايه؟ نقف هنا كده. نظبط كل حاجة دلوقتي. خلي الشكل احسن. تقف هنا كده. لو انا مش عايز دي، تقول له مثلا ايه؟ ماشي. انت دلوقتي لو ظهرت الليبلز، طبعا انت لو هنا الحاجة بتاعتك مش باينة فبتدوس كنترول واحد من فوق، فبيظهر لك البتاع ده كده. مثلا انا مش عايز فيل مثلا اهو عشان يعمل لي بالشكل ده. ماشي. انا عايز اصلا الموضوع بتاع الفاليو داتا ليبلز بالشكل ده. فانا لو شلت ده كده، انت عشان اللينك صح مش هينفع تشيله. طيب ممكن تعمل ايه؟ ممكن تديله طبعا هنا يعني دايما الموضوع ده ميتعملش معايا ان انت هنا ده تقوم سحبه كده. بس ده ايه بقى؟ ده اقول له اللون بتاعه ده انا مش عايزه، مش عايز لون فيه. فنعملها ازاي دي؟ تقول له مثلا الديزاين هنا، لا مش الديزاين، الهوم. انت لو جيت هنا هيبقى اسود صح كده. انا مش عايز بقى، مش عايزه بلون اصلا. انا مش عايزه بلون او عايزه بنفس اللون درجة الباك جراوند فما يبانش معايا. هنا ممكن اعمل له هنا نو فيل مثلا. اللي ممكن يحصل ده مش موجودة برضه عشان ده الخط ذات نفسه. طيب هو ليه اصلا اللي ورا ده اصلا مش باين معايا؟ ولا هو فين اصلا؟ ولا هو ده ليه مش باين معايا اصلا؟ اللون ليه ليه اللون ده مش باين معايا؟ طيب كده هيعمل رينيم. مش عايز رينيم أنا. طيب شيل لي كده ده هايد فيلد. ماشي. هايد برضو. تمام.
هايد برضو. طيب دول بقى نعمل فيهم ايه دول؟ مش عارف. المفروض كان بيديني نفس ال في حاجة هنا بتتعمل، فبيديني نفس الدرجة بتاعت الباك جراوند بتاعتها، فمتبقاش باينة، فهو تقريبا كده مش باينة برضه يا جماعة، يعني هنا برضه تقريبا مش باينة برضه. دي بقى هنبينها عادي. هنقول له هنا أنا عايزها أسود عادي جدا وأعملها بولد كمان، وهنا برضه عايزها أسود وأعملها بولد كمان، ونفس الكلام هنا وبولد كمان بالشكل ده. طيب عايزين نحط الداتا ليبلز بتاعتنا، بس ايه احنا دي موجودة، فخلاص هنشيل ده هنشيله، وده هيفضل موجود كده، بتظهره بالشكل ده. تمام. تمام. ده بقى من هنا كده، وتقوم سحبه، بس هي مش عايزة تحصل معايا دلوقتي، بس انت تقوم ايه جايب كده، تقف على السهم ده وسحبه كده، هيقوم ايه ظابطة معاك يعني بطريقة حلوة قوي. بص هنا، بص الابيض اللي حوالينا ده مش عايزينه طبعا، فنقوم جايين هنا في البوردر وتقول له نو لاين، هيقوم شايلها لك بالشكل ده. طيب وده برضو مش عايزينه برضو، ف نو لاين برضو هيقوم جاي بالشكل ده. فنضف يعني الشارت بتاعك يعني. فنفس الفكرة برضو هنا كده، تقوم جاي هنا طبعا مش عايزين ده كده اهو بالشكل ده. هايد هايد، ده الكاستمر تايب اهو. ماشي. زي الداتا ليبل، على كده هناخد ده كده بالشكل ده، حلو كده. ابني بقى برضو. ماشي، اشتغل عليه يا عم واحدة واحدة. نو لاين يا عم هنا كده اهو. ماشي، طلع لي الليبلز بالشكل ده. هات هنا كده، اديني بولد. احنا اصلا عايزين شورت تايتل. ايوه. ده ايه ده؟ ده كان انهي سؤال ده يا جدعان؟ ده كان انهي سؤال؟ ده اللي هو cancellation rate تقريبا. ايوه cancellation rate باي كاست. هو ده مش ده، ده اسمه ده مش دي كاستمر تايب. باي كاستمر تايب، اه كاستمر تايب. ماشي. شارت تايب. تمام كده. cancellation rate باي كاستمر بالشكل ده. تمام كده. ماشي. برضو عايزين نوفل نو لاين في البوردر، بس يطلع لك بالشكل ده كده. ده مش عايزينه، عارفين ان ده توتال اصلا. طيب ايه تاني؟ الشارت اللي بعده هو ده، نفس الفكرة، انت بتشتغل نفس الفكرة عامة. جاي هنا تقول له ايه، انا مش عايز دي، تقول له دي كده نو لاين، كده نو لاين، مش عايز دي ومش عايز دي. تمام. ماشي. ده كان ايه ده؟ ده كان توتال ريفينيو باي، هو ده ايه؟ الماركت سيجمنت. طيب توتال ريفينيو، جاي هنا تقول له في هنا كده تقول له توتال ريفينيو باي ماركت. ماشي. سيجمنت بالشكل ده.
نفس الكلام، تقول له هنا اسود، تقول له هنا بولد، تقول له هنا اسود، تقول له هنا بولد، تقول له هنا برضو نفس الفكرة، وتقوم جاي هنا تقول له في الفيل نو فيل ونو لاين، هيقوم منزلها لك بالشكل ده. طيب لو عايز برضو تحط هنا الليبلز مفيش أي مشكلة، تقوم عامل كده هيقوم طالع لك كده برضو. طيب وأنا آخر بقى 2 شارت، هو الدونت بالشكل ده. فالدونت كانت بتجاوب على ايه؟ بتجاوب توتال ريفينيو باي، ده اسمه ايه ده؟ الجست تايب. توتال ريفينيو باي جست. بالشكل ده. قول لي انا عايز داتا ليبلز. طيب طبعا عشان نبين الموضوع ده اصلا، تعالى كده نعمل ايه الاول، اللي هو نو فيل، نو فيل ماشي. هنا بقى ايه؟ مش عايزين نو فيل برضو؟ لا مش نو فيل اكيد. هنا اللي هو البوردر اللي هو النو لاين. طيب ده صفر اصلا مليون، ف ارجع يا عم بس كده. بس ممكن بقى انت ايه تقوم ناقل كده الموضوع، بص تنقل كده وتقوم ايه واقف عليهم كلهم وعامل بولد واسود، بحيث ان هو ايه يظهر لك بالشكل ده وانت تبقى عارف هنا ايه الموضوع. طيب وهنا برضه ايه مش عايزين بوردر، فهيجي لك كده. طيب ايه تاني؟ حط الشارت ده تسنتره برضو على الشيب بتاعك، جاي هنا كده تقول له انا مش عايز ده. طيب ده كان ايه اصلا؟ ده كان الكانسليشن ريت، صح كده؟ كان كانسليشن ريت باي دي ايه دي؟ السيتي، صح كده؟ السيتي هوتل اكيد باي سيتي هوتل، و ال الليد تايم، صح كده؟ في اند ليد تايم. ماشي. ده في ايه؟ نو فيل نو لاين. تقف هنا برضه كده وتقول له نو لاين، تيجي هنا وتقوم عامل كده برضه، مش عايزين دي. طيب لو انا حطيت هنا كده الداتا ليبلز، طيب يبقى احنا مش عايزين دي برضه، تيجي تقف هنا كده وتقول له كده. طيب cancellation rate، بص لو عملت هايد لكله مش هيبقى احسن حاجه. ليه؟ لان احنا محتاجين الفلتر ده. انت تقوم عامل كده فيقوم نازل، تقوم عامل كده فيقوم طالع. بس تقريبا احنا مش محتاجينه هنا، بس هو في الحاجات يعني اللي بيبقى فيها اكتر من حاجه ده بنبقى محتاجينه، بس احنا ممكن نشيله عادي، هيبقى حلو يعني. طيب ممكن هنا اصلا بقى انت اصلا ممكن تغير فيه. طيب تعالى الاول بس نحط مثلا البتاع هنا. احنا ممكن هنا نحط ايه؟ نحط هنا مثلا تكست بوكس كده، هنا كده، ثانية واحدة.
في الانسيرت هنا هتلاقي تكست بوكس بالشكل ده. تقول له كده احنا عايزين ايه، عايزين هنا هنقول له دي هوتيل داشبورد بالشكل ده. طيب هاتها في النص بالشكل ده، وبعد كده ايه نوفل. عايزينها نوفل بالشكل ده طبعا. وعايزين هنا ايه النو لاين برضو. ممكن نكبر شوية الخط عشان ممكن نصغر شوية برضو. معلش خليها 18 مثلا، بحيث ان انت تعرف تزقها كده. ماشي. ممكن بقى تحط ايكونز بقى لو انت عايز اصلا. في مثلا في موقع اسمه تقريبا فلات ايكونز تقريبا. استنى كده، هو طلع قدامي اصلا. فلات، ايوه هو ده اسمه فلات ايكون. اسمه فلات ايكون. هنا انت بحث بقى عن اي حاجه بقى. فمثلا احنا عندنا هنا ايه، عايزين مثلا هوتيل مثلا، هوتيل. فهتلاقي مثلا ايه بالشكل ده مثلا. تبحث بقى عن اي حاجه وتقوم ايه، وتقوم حاططها. لو انت عايز تحط ايكونز بقى وكده، ظبط دنيتك يعني. فده يعني عشان الوقت بس، فده يعني ايه مبدئيا حاجه كويسه يعني. عندي على التيك توك كنت عاملها بشكل افضل من كده يعني. فممكن تخش تشوفها، اللينكات بتاعتي في القناه. ممكن تخش تشوف الفيديو ده شكلها يعني، تخش تشوف شكلها يعني. طيب عايزين ننقل السلايدز. محتاجين اصلا بقى ايه الالوان دي، يعني الوان السلايزر تتغير. دي بتبقى صعبه طبعا. عندك في الباور بي اي ده بيبقى اسهل بكتير، لكن للاسف في الاكسل ده مبيبقاش اسهل حاجه. فبتيجي هنا بتدوس على مثلا السلايسر ده. هنا يطلع لك تاب فوق اسمها سلايسر. هنا بقى انت لازم تكستم. بص نو سلايسر تايب، تعمله انت من الاول وجديد. فايل سلايسر مثلا عايزين ايه الفيل، تقول له مور كولرز كاستم، تحط بقى ايه اللي انت عايزه. فخلينا نعملها زي دي او زي دي يعني. فعايزين نشوف الدرجة بتاعتها كانت ايه. يا رب تكون واضحة هنا اصلا. كانت تاني واحدة تقريبا كانت دي. لا، كانت تاني واحدة يا جدعان. بعدين طيب باكيت طلعت مننا يا جدعان. ماشي ما علينا. مش عارف اجيبها من هنا اصلا، مش عارف ليه. احنا هنا كده. طيب هي واقفة عليها اصلا. لو رحت سلايسر، سلايسر كده، قلت له فورمات سلايسر، بات مور كولرز كاستم. برضه هو محتاج الهكس يا جدعان.
تعالى كده مثلا نختار ده، اختار ده مثلا، تقول له اوكي، تقول له اوكي، هيجي هنا فتقوم مختار، تقوم فاطرهولك بالشكل ده. طيب تقوم برضو عامل بالشكل ده، بس طبعا وحش جدا يعني، زبالة جدا. انت بقى هتجيب الهكسة بتاع ده وتقوم ايه رميه هنا، فاهم؟ لما تدوس هو هيقوم مفلتر، بص لما تدوس هيقوم مفلتر كده، تدوس هنا هيكون ايه، رجع لك الموضوع. ماشي. انت ممكن بقى تغير اصلا اللون بتاع ذات نفسه، يعني تقف هنا كده على ده، او يعني كلهم يعني، وتقول له ايه، غير لي اللون بتاعها، فورمات من هنا، هنا الشيب، غيره بقى اي حاجة اسود مثلا، هيقوم مغيره لك كده بالشكل ده. صدق اسود روش. تعالى نشوف كده نفس اللون. ماشي بالشكل ده، تقول له هنا اسود كده، بص روش والله، حلو يعني مش وحش. قلنا بقى حتة اللون ده بقى، انت بقى عيش بقى فنان بقى مع نفسك، فاهم؟ الايكونز بقى ممكن تحط هنا ايكونز بقى بالشكل، الشغل ده بالشكل ده، اسود وبولد، خليها اسود بقى في ايه. طيب ما هي ما بتعلق كده يبقى في حاجة يعني، ما علينا، دي هتبقى اسود زي ما احنا كنا عاملين. طيب بس يعني الموضوع كده يعني، بس ممكن تعمل هنا كده insights، تقول له انا عايز ايه ده، او ريبورت مثلا، ريبورت ده الريبورت بقى اللي هيطلع من الداتا، الحاجة اللي ده اهم حاجة في الموضوع كله. تقول له هنا نفس الفكرة كده، تقول له هنا مش عايزين ده كده فول سكرين مود، تنزل هنا insert، تنزل بشيب برضو نفس الفكرة بالظبط، شيب هنا كده ويطلع كده. تقول له هنا ايه، تقول له هنا آه برضو تظبط اللون بتاعك وبرضو كل حاجة برضو عادي. فقلنا هنا عايزين نعمل ايه، نعمل هنا مثلا تكست بالشكل ده، تقول له ايه ريبورت كده في النص، اسود بولد 18، وعايزينها نو فيل، نو فيل بالشكل ده، ونو لاين اوت لاين، بس كده. تقوم بقى جاي انا كده ايه، كاتب بقى ايه كل اللي انت عايزه بقى، كل اللي انت عايزه. اقول هنا كده، تقول له مثلا هنا واحد مثلا، شوف بقى انت ضيعت ايه من الداتا مثلا، تقول له والله احنا عندنا ايه 119 بوكينج، التوتال ريفينيو كذا. طيب انت المفروض بقى هنا بقى احنا المفروض ناخد بالنا من حاجه، ان هنا ايه، ان احنا عندنا التوتال ريفينيو ايه 42 مليون. طيب بس انا عندي اصلا كام حجز اصلا انا عندي 55% اتلغى من البتاع الاول. فانت لو دوست هنا السيتي اصلا اديك هنا ايه 25 مليون، وعندنا 79 الف بوكينج صح. طيب منهم قد ايه، منهم 55% من الناس اللي كانت لونج لغت، يبقى معنى كده ان مش ال 79 كلهم عندي اصلا، ده اللي هو ايه، ده اللي هو كان متوقع يجي، يبقى ده مش التوتال ريفينيو اصلا. شفت بقى احنا اكتشفنا ايه مع الداتا، اكتشفنا ان ده مش التوتال ريفينيو، يعني انا ما دخليش 25 مليون، ما انا عندي اصلا 55% من الفئه دي، و40% من الفئه دي، و21% من الفئه دي اتلغى. يبقى معنى كده ايه، يبقى معنى كده ان انا تعمل بقى لوست ريفينيو، تمام، القيمه اللي انت خسرتها، وتضيفها ككي بي اي رابع للكي بي ايز بتاعتك. يبقى انا خسرت ده، وانا معايا توتال بوكينج ده، والتوتال بوكينج ده طلع منه الفلوس دي، فخسرت منها كذا وهكذا يعني، فاهم قصدي؟
انت عندك ايه؟ انت عندك احنا ممكن اصلا اهو، انت عندك ان انت عندك في السيتي هوتيل 79 و330 بوكينج، صح كده؟ حجز. نسبة الكثافة بتاعتها 41%. ده نسبة كبيرة جدا، نسبة كبيرة جدا جدا جدا. فاحنا لو قلنا ان 41%، يعني طلعنا كده هنا الكالكوليتر مثلا، وقلت له اللي احنا عندنا ايه، عندنا 9، او عندنا اللي هو ايه، 7 9 3 3 0 في 41%. 41، هنقول 42 على طول، هنقول 42%. عندك 33,000 حجز اتلغى. انت متخيل الرقم؟ طيب من 9 لبرضه ايه، 7 9 3 3 0، طبعا فكك من اجنور السالب. فيبقى عندك 46,000 بس هم اللي ايه، اللي كملوا البتاع. يا جدعان ده رقم كبير جدا جدا جدا. فاحنا هنا عندنا مشكلة حقيقية اصلا، ده مشكلة حقيقية احنا محتاجين. فبتكتب بقى في الانسايتس ان احنا عندنا مشكلة حقيقية، احنا عندنا 41% من الناس لغت الحجز. لو صنفتهم، فالناس اللي بتقعد كتير اللي هو اللونج 55% بيلغوا الحجز. احنا لازم نهندل الحتة دي. عندنا لوست، يعني انت عندك هنا مثلا كل اللوست ايه، 42. تمام، فانت عندك هنا اهي 45، وعندك هنا في الريستور 17، فحط ال 17 مع ال 45. فانت بتتكلم في ان انت عندك كتير قوي 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 خسارة. تمام كده، فتكتب ده، فده هيتكتب برضه، وهكذا يعني. بس يعني بتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. موضوع بسيط، مش صعب، بس الموضوع بياخد وقت، وان انت تكتشف وتبقى بتعرف تقرا الداتا. وبس، متنساش تعمل سبسكرايب، واستنى الفيديوهات الجاية.